عمتك بتتصل، يمكن ربنا هيحنن قلبها عليكم ويجيب لكم حاجه. الو. الو. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عامله ايه؟ انتي عامله ايه؟ ازيك يا مروه؟ الحمد لله والله كويسه تمام. عاملين ايه والبنات عاملين ايه؟ الحمد لله والله بركه ان انت افتكرتي. ده هم على طول بيسالوني بيقولوا لي والله على طول يسالوا بيقولوا هي عمته ما بتكلمناش ليه؟ هو احنا ليه عمته ما بترضاش تجينا؟ لا والله يا مروه، والله انا بتجمع. انا واخواتي وكده، ببقى عايزه اتصل بيكي اقول لك هاتي البنات وتعالي. بس بصراحه يعني يا مروه، معلش ما تزعليش مني. انا ايه؟ بشوف البنات في الشارع وبشوف عمر. العيال حالهم ما يسرش عدو ولا حبيب. ازاي يعني ما يصيرش عدو ولا حبيب؟ مش اخده بالي يعني. بصراحة العيال هدومهم متبهدلة وعرر خالص. أقول يتجمعوا معايا هنا و... وساعات أهل جوزي بيبقوا موجودين، بصراحة هيعروني. العيال هدومهم متبهدلة ومحتشة عليهم، وهدوم صغيرة وهدوم مبقعة ومفيش لبس خالص. وكل ما أشوفهم في الشارع ما برضاش حتى أسلم عليهم، بيبقى معايا أصحابي ما برضاش أسلم طب عليهم. ماشي، طب العيال ما عرر خالص يا طب مروة، طب مش ماشي كده يا مروة؟ طب الحمد لله والله ان انت اتصلتي وقلتي الكلام ده. انا عارفه ان العيال لبسهم مش كويس وما عندهمش لبس واللبس صغر عليهم. وانا والله كلمت اخوكي، قلت له ان بناتك وعيالك محتاجين هدوم وما عندهمش. رد اخوكي عليا وقال لي ايه؟ قال لي انا واخد بالي ان فعلا ما عندهمش لبس ولبسهم وحش. قلت له ما طيب اي حد لازم ياخد باله يا مروه. طيب الحمد لله. هو اخوك عشان طلقني انا طلق عياله كمان؟ هو انت مش المفروض لما انت جايه تقولي لي انا ليه؟ هو انا اللي ابوهم ولا انا اللي الراجل؟ هو مش المفروض الكلام ده تتصلي باخوكي وتقولي له بناتك وعيالك لبسهم مش حلو وده عيبه في حقك انت وفي حقنا احنا، ويا ريت تنزل تجيب لهم هدوم؟ انت تعرفي كان رد اخوكي عليا ايه لما قلت له ان عيالك ما عندهمش لبس وانا كان عندي مناسبه مع اخواتي وكنت عماله ادور لهم على هدوم مش لاقيه لهم؟ واتصلت باخوكي قلت له ان الولاد ما عندهمش لبس ومش لبسهم مش كويس. عارفه رد عليا وقال لي ايه؟ مم. انا واخد بالي. قلت له طب لما انت واخد بالك انا محتاجه فلوس عشان اجيب لهم، او لو انت مش عايز تديني فلوس خدهم انت انزل اشتري لهم. طب يا رد مروه عليا، مش اسمعيني بس، رد عليا وقال لي انا معيش فلوس. كل دلوقتي طلب اي حاجه نطلبوها منه معيش فلوس. عياله محتاجين حاجات يقول معيش فلوس. هو خلاص كده رمى المسؤوليه وخلع ايده منها وسابها لي انا. لا، هو ما رماش المسؤوليه. هو اصلا يا مروه من البدايه لما انتوا جيتوا تتطلقوا اتفق معاكي ان فلوس النفقه دي الاكل والشرب والفواتير وال... والدروس واللبس. هو ما مش شاء اتفق الله. معاكي ان النفقه كمان تجيبي منها اللبس يا مروه؟ طب وانت شايفه ان المبلغ اللي اخوكي بيديهولي ده اصلا بيقضي اكل؟ هو انتوا خلاص انتوا كل واحد بيهمه نفسه وبس؟ وكمان يا ريت ساكتين، لا ده انتوا كمان بتقعدوا تتكلموا وبتقعدوا تتشقوروا وتتنقوروا. واحنا بنتكلموا عشان العيال عرق خالص يا مروه. طب هما والله مش كده برضه. ماشي، ما انا عارفه. عايزه اقول لك على حاجه، الاقربون اولى بالمعروف. والله اعتبري نفسك بتدي صدقات لناس غريبه، اديها لعيال اخوكي ولا حاجه، وخلي عيال اخوكي يلبسوا ويعرفوا ياكلوا ويعرفوا يتعلموا عشان وانت عيال صدقات اخوكي. لعيال اخويا ليه؟ ما عيال اخويا بيديهم فلوس، ما انت من فلوسهم تجيب لهم لبس يا لا مروه. حبيبتي، الفلوس بتاعتهم اصلا ما تقدرهمش اكل وشرب. انا انا ربنا عارفه ان الاعلم احنا مش بيا. هناخد ولا حق ولا باطل معاك يا مروه. عامه سيبي عيالك عرر في وشك. في وش انا ولا في وش ابوهم وفي وشكم انتوا؟ والله ابوهم بيديهم فلوس، ابوهم بيديهم 8000 جنيه. تاكلي وتشربي وتدي دروس وتدفعي فواتير. ها؟ وتجيبي علاج وتجيبي لبس كمان ويتفضل منهم وتحوشي. كمان. حسبي الله ونعم تحوشي وتخشي الوكيل. جمعيات حسبي وتجيبي الله حاجات ونعم. للعيال. والله انت بالله عليكي انت يقضيكوا دولت حتى عيش حاف. يقضونا. هو مش الاتفاق كان على كده وانتي هو رضيتي؟ الاتفاق خلاص. ده انا ما رضيتش، انا اتحطيت قدام الامر الواقع.
يا ريته اصلا الاتفاق ده كان يرضي حد. انا اتحطيت، هو ده اللي قدام مني. خلاص هو طب انت شايفه ان هما ما كانوش هيكفوكي كنت قلتي لا يا مروه. قلت يا حبيبتي واتقال لي ما عنديش غير هو ده، طب وافتكرت. هو ظروفه كده يا مروه هنعمل له ايه؟ طب ده حتى الادويه بتاعت عياله بقت عليا. ده ما سائل على عياله في اي حاجه، ما يرضيش ربنا كده، ده كده اسمه ظلم. ده انتوا ما هتتحاسبوا هو انت كلكم لما حساب بتكلميه بيقول عسير. لك انا بدفع اللي في مقدرتي. انتوا هو كل بقى بصراحه اقول لك انا على حاجه مم. عشان نبقوا صراحه، انا مش هكذب عليكي، هو اخويا بصراحه قال لك مروه بتشتغل على السوشيال ميديا وتكمل هي من معي. سوشيال ميديا ايه والشغل ايه، وانا اصلا لا ياكل عشان اشتغل. هو السوشيال ميديا ده بيدخل لي حاجه؟ هو سمعت شايفني ان هو يعني؟ بيقول ان انت بيخش لك فلوس فلوس ما شاء الله عليها يعني، قال لك امهم برضو ساعد انا معايا اللي شويه. بيدخلوا لي قد تفاتيف قد كده اهوت، وبصرفها كلها على العيال، لاني وانا اصلا سمعت فلوسي ان ما انت بتقبضي تقضيش بالدولار. كمان. انا سمعت كده، انا بقول لك اللي انا سمعته، انا حسبي ما الله ونعم اعرفش. الوكيل. هي الناس ملهاش غير الظاهر بس، اما ما فيش حد سائل. ما فيش حد. عامة بصي لعيالك شوية يا مروة والنبي وجيب لهم شوية لبس كده. والله مش معايا اجيب لبس، والله اما بقى معايا اكلهم هبقى اجيب لهم لبس. حاضر. انتوا اصلا اللي فارق معاكم بس المظهر العام والشكل العام قدام الناس، اما انتم بقى كل ما جوه. اتكلم معاك، كل ما اتصل بيك اتكلم معاكي كده تتعاركي معايا على طول. لا انا مش بتعارك كرهتيني ان انا معاك. اتصل اتكلم معاك. لا مش كده، هو انتوا اللي اسلوبكم وحش. انتوا اللي اهم حاجه عندكم المظاهر قدام الناس. انتوا اهم، انتوا ممكن العيال ما يكونش ولا بتاكل ولا بتشرب، مش فارق معاكم طالما مقفول عليهم 4 بيبان وانتوا مش عارفين ان هم بيعملوا ايه. اما انتوا خايفين على مظاهرهم بره فعايزينهم يلبسوا، حتى لو انا هشحت عشان البسهم. على هو فكره يا انتوا مروة كلكم برضه عايز يشوف هتتحاسبوا. حياته. يا مروة ما هو عايز يشوف حياته برضه يا مروة، عايز حياته. يتجوز برضه، هيفتح بيت تاني مم. وهيتجوز وهيبقى عنده حياة تانية، يدي الفلوس لعياله والاربع كلها وهو ما عيال. يشوفش حياته. طب ما يشوف حياه عياله الاول، الاربع عيال، ما وبعد هو كده يشوف حياته بيديهم بره. اللي في مقدرته. والله العظيم ده ربنا هيحاسبكم باكبر حساب. وكل اللي ما هيدعي ان هو معهوش هو يبقى معاه، ربنا هيفقره اكتر، عشان العيال دولت عياله ومن لحمه ومن دمه، هيتحاسب على كل عيل في تاثيره فيهم. خلاص يا مروه انا عارفه مش هاخد حق ولا باطل معاكي، يلا يا مروه مع السلامه. حسبي الله ونعم الوكيل. بدل ما تروح تقول لاخوها حرام اتقي الله في عيالك، عيالك محتاجينكم حاجات وعيالك نفسهم في حاجات، لا كل حاجه مشايلينها لي انا، وانا مالي انا. بدل ما تروحي تقولي له هو راعي عيالك وراعي لبسهم وعيالك شكلهم معفنين ورمم، لا ده معامليني انا، يخلفوا ويرموا. ربنا ينتقم من كل اب ظالم في عياله وما بيتقيش ربنا فيهم وسايبهم متبهدلين في الدنيا دولت. ربنا ينتقم، وربنا ينتقم من كل واحده اذا كانت ام ولا اخت شايفه الغلط وما بيهونش عليها تقول حرام واتقي الله وراعي عيالك. ربنا ينتقم منهم ويقعد لهم في صحتهم وفي حياتهم.